السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اتمنى منكم كده بداية الفيديو دعاء لأمي بالرحمة والمغفرة. وتعالوا مع بعض نشوف وصفة مسحب بيك او تشيكن بيك. البيك عشان مش عارفه ده مطعم معروف جدا في السعودية، والتشيكن بتاعه بيكون كده لونه احمر وحراق، مميز جدا، ليه تتبيلة مميزة وطعمه جميل، والقشرة من بره بتكون مقرمشة والطعم فعلا خطير. والتشيكن بتقطميها كده بيبقى بالمنظر ده، شايفين؟ والتتبيلة واصلة للحم من جوه. علشان توصلي للمرحلة دي والتتبيلة دي، تعالي معايا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة كده انا عندي كيلو من صدور الدجاج. هبدأ ان انا اقطعهم واحضرهم. بتبدأي ان انت تشيلي الاطراف وتحاولي تقطعي المربع يكون مستطيل، قطع مستطيلة، بحيث يبقى مقارب جدا لنفس الشكل اللي بتشتريه او تطلبيه من المطعم. تمام؟ يبقى التقطيعة لازم تكون مكعبات كده. عايزة تقطعيها رفيع، هتقسمي الصدر على شريحتين، وبعد كده هتقطعيهم مستطيل. تمام؟ والاطراف مش هتخسر معاكي، تقدري تعمليها اي حاجة، شاورما او اي حاجة تانية او ستريبس او اي حاجة يعني. تمام؟ طيب تعالوا بقى مع بعض نعمل التتبيلة. هتجيبي كده الطبق بتاعك او بولة، هتحطي معلقة كبيرة من العسل الابيض، ومعلقة او معلقتين كبار من الكاتشب، وهوت صوص تحطي بقى شوية كتير كده من الهوت صوص، وبابريكا مدخنة عشان تديكي طعم حلو، او اي نوع بابريكا عندك. تمام؟ انا حطيت معلقتين كبار هما اللي يدوني اللون. وحطي بصل باودر وتوم باودر، او تقدري تبشري بفص توم. ولو مش حابة نكهة التوم استغني عنها وخليكي على البصل الباودر. وحطي الملح بتاعك ورشة من الدرسين، وتوابل الدجاج اللي انت بتحبي تحطيها برضو ربع معلقة. تمام؟ ومعلقة كده من الشطة عشان هو اصلا بيبقى سبايسي حراق، بيبقى سبايسي يعني مسحب سبايسي. وهنا السر بيبقى طعم المسحب بيختلف عن قطع الدجاج العادية بالمعلقة او الفنجان اللي بتحطيه من الهوت صوص. تمام؟ اللي هو ازازة الدقوس العادية. طيب بعد كده هنزل علبة روب وهعملهم مزيج كده. شوفي بقى المزيج هيبقى عامل ازاي. التوابل مع الروب هتلاقيه خليط تقيل، مش خليط خفيف. فبالتالي احنا في الخطوة اللي جاية مش هتحتاجي تحطي بيض. تمام؟ ولا هتحطيه في بيض نهائي. امشوا بس على الخطوات دي وانتوا هتشوفوا نتيجة رائعة. طيب تمام. هتجيبي بقى قطع الدجاج بتاعتك وهتبدأي ان انت تغمسيها في التتبيلة. بس قبلها هتعملي الخطوة دي عشان برضو تدي تعززي اللون الأحمر على التتبيلة. تحطي شوية شطة وشوية من البابريكا، وتبدأي ان انتي تتبليهم الأول قبل ما تضيفيهم على التتبيلة دي. الخطوة دي مهمة جدا، هتفرق معاكي في اللون على فكرة. وزي ما انتوا كده شفتوا بداية الفيديو التتبيلة وصل للحم. وهتجيبي اي ستيكس عندك او اي حاجه بتخرميها، هتبداي ان انت تخرمي فيها الدجاج، او لو عندك الابره تبداي تسحبي من الخليط. بس الخليط مش هيسحب معاكي لان الخليط بتاعي ده تقيل مش خفيف. كنت لو خفيف هقولك اسحبيها وغرزيهم في كل قطعه. بس دي برضو الطريقه دي كويسه، انك تجيبي الشوبستيكس او اي حاجه عندك وتبداي تخرمي فيها قطع الدجاج عشان التتبيله توصل للحم من جوه، وتبقى لما تيجي تقطميها بعد التسويه تبقى نفس بتاعه البيك بالظبط. اللي تقطمي يبقى لونها احمر. طيب تمام. دلوقتي بقى هجيب نص ليمونه كبيره، وهبدا ان انا اعصرها على القطع بتاعتي كلها، وهقلبهم كويس عشان يتمزج معاهم الليمون. وهسيبها بقى في التلاجة ليلة كاملة. تمام؟ او تقدري تتبليها في ساعتها يعني، بس تخليها على الاقل ساعتين تلاتة. ولو مش مستعجلة اعمليها قبلها بيوم عشان تاخدي نتيجة افضل. طيب تعالوا بقى نعمل مع بعض الغلاف الخارجي اللي هيكون مقرمش جدا وطعمه حلو. معلقة كبيرة او معلقتين من النشا، 3 4 معالق من الشوفان اللي هو القطع حبيبات، معلقتين من الطحين، وشوية بابريكا، رشة ملح، ورشة كركم عشان تدي لون الدهبي الجميل. تمام؟ ده الغلاف الخارجي. هتعمليهم تخلطيهم. وطبعا انت هتحطي الكمية على حسب اللي انت عاملاه. عاملة نص كيلو كيلو على حسب، فهتحتاجي كمية من الغلاف. وهتاخدي قطع قطع من التشيكن بالتتبيلة، يكون غارس بالتتبيلة، وتحطيه في الخليط ده
اللي هو الغلاف الخارجي، وتتبليه كويس. بصي وحاولي تشكليها بايدك تطلع مستطيله عشان تاخدي نفس الشكل بالظبط بتاعت المطعم. تمام. بس هنعمل الكميه كلها. عايزه تحتفظي بيها بالفريزر احتفظي، عاوزه تحمري على طول توكلي على الحمري. طبعا التحمير بيكون في زيت غزير علشان تنزل فيه القطعة بالكامل. يسخن قوي بعد كده تهدي شوية. شايفين؟ شايفين عشان بره ولا أي شيء يطيح. طيب شايفين قد ايه جميلة، والغلاف ما بيقعش في الزيت، وبتطلع مقرمشة من بره ولونها أحمر من جوه. طيب مساحة بالبيك يبقى بطاطس والتومية. هقول لكم دلوقتي سر القرمشة وهقول لكم التومية. هتجيبي كوباية حليب مع معلقتين نشا وتقلبيهم على النار هادية. بعد كده أول ما القوام يتقل هتحطي عليهم علبة روب ورشة ملح ورشة توم باودر أو فص توم ناعم. بس كده. البطاطس اللي بتبقى بنفس اللون ده ومقرمشة من بره ومن جوه طرية، تفضلي محافظة عليها الأطول في فترة طويلة مقرمشة. هتقطعيها وتحطيها في مية سخنة لمدة 10 دقايق. بعد كده تصفيها وتحطي عليها معلقة خل ومعلقة ملح وتقلبيها كويس وتحمريها وبالهنا والشفا. طيب دلوقتي زي ما انتوا شايفين تبارك الرحمن خلاص وصلنا لنهاية الحلقة. تقدروا تعملوا بقى كمية شوية بالفريزر وتطلعوا وقت التحمير. انا هنا خلاص حطيت البطاطس وحطيت التومية اللي احنا عملناها والمساحة بتاعنا الجميل اللي من بره ناشف. حبيت اقطعه بالسكينة عشان اوريكم قد ايه هو جميل. مقرمشة جدا الجدار من بره ومن جوه لونه احمر جدا. طعمه حراق، طعمه تحفة. التتبيلة مخليه الطعم فعلا مميز جدا. ان شاء الله يعجبكم. مش هتشتروا تاني من بره، هتبدأوا تعملوا في البيت. حتى اللي قاعدين في دول تانية وعاوزين يدوقوا مساحة بالبيك او بكل سهولة هتقدروا تعملوا انتوا في بيتكم في اي بلد ان كان. وصلنا نهاية الحلقة، اتمنى ضغط لايك اشتراك في القناة تفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم. وما تنسوش الدعاء لأمي بالرحمة والمغفرة. السلام عليكم وانتظروني في فيديو جديد.